اخوان المغرب، السلام عليكم. بون، في هاد لا فيديو هادي ما تكونش طويله وما غاديش نطول عليكم اصلا، غادي تكون شي حاجه فهمتي غير بور لو بارطاج. بغيت نبارطاجي معكم واحد الفكره شفتها دابا في الانترنت وبغيت نشوف الراي ديالكم حتى نتوما. هادو بعض الصحف الجزائريه، وكما قلت لكم كيف لعب في الفيديوهات السابقه، عندنا ثلاثه لي جورنال اللي ديال يعني افواه ديال المخابرات العسكريه الجزائريه. عندنا الشروق، وعندنا لو دالجيري، وعندنا الوطن. اليوم خارجين كاتبين على الزفزافي كأنه المهدي المنتظر. من هو الزفزافي الذي أرعب المخزن؟ بون، إلا جيتو تقراو هنا شنو كاتبين عليه، هذاك الشيء ما فيه ما يتقرا. وكنجيو لتحت هنا كنلقاو التعاليق ديال الجزائريين الخزائريين. يا إخواني، واش مخلين الجوع ومخلين الفقر يعني كينخر فيكم وكيبان لكم غير المغرب في هذه الآونة هذه؟ شو واحد شنو كاتب لهم؟ الحرية للريف، الحرية للزفزافي، وليسقط نظام المخزن. سبحانك يا عظيم، الجزائريين هادو. السواغ دالجيري تا هما كيهضروا على الزفزافي كانه اش نقول لكم، سبحانك يا عظيم، دون كيشوط. الا جينا ثاني الوطن، الا قريتوا هذا المقال هذا والله العظيم حتى الدمع العين، اقسم لكم يمينا. سبحان الله. قال لك سيدي بان الريف منطقه مهمشه فقيره، ما فيها لا ضوء، ما فيها لا ماء. الناس قال لك ما عندهمش شبكه المواصلات. قال لك الناس كيمشوا على الحمير حاشاكم. يعني اش نقول لكم؟ شكون اللي كاتب بعدا؟ شكون اللي كاتب هذا المقال؟ كاتبو حمار زين الشرفاوي. هذا زين الشرفاوي هذا صحفي بلطجي جزائري معروف شكون، وكون عند بوه النفس جراو عليه من الجزائر ورجع كيتملق للدوله الجزائريه. وفين ساكن بعدا؟ ساكن عارف في براكه. مع كامل احترام الناس اللي ساكنين في البراكات، مي هذا راه شي حاجه قل من البراكه. هذا من جهه. ولكن الاخوان، الحاجه اللي صدمتني اليوم بزاف هو واحد المقال، وعباره عن خبر عاجل يعني كيتداولوه مواقع التواصل الفيسبوك. وعباره عن يعني خبر عاجل. انا غادي نقراه عليكم لان الخبر كانوا فيه دو بارتي. كانت فيه هاد لابارتي هذه هنايا، وهذا الشيء التحتاني زادوه غير المغاربه احرار اللي كان من هذا المنبر كنهنيهم وكنشكرهم بزاف وكنقول لهم بان برافو عليكم. يعني زادوه باش يديفيو شويه سميتو لو سونس ديال المعنى ديال المقال. لان التخربيقه هذه كاتبه شي واحد، كاتبه اش نقول لك، لوطي غيكون اما جزائري خزائري ولا شي خائن من الخونه ديالنا اللي في المغرب، نعلكم الله الى يوم الدين. وشنو كاتبين؟ خبر عاجل. ها هو خبر عاجل، يعني هادي راه ابارطاجي. وشنو كاتبين يا سيدي؟ بان الحراك اللي كاين في الريف مؤخرا، يعني الحرب ديال الحسيمه، قال لك طرو فيه مشاكل، يطرو فيه يعني شي حوايج اللي الحكومه المغربيه ما علناش عليهم. شنو هما؟ قال لك 83، انا غادي نقرا عليكم. 83 قتيل على الاقل هي حصيله سقوط قذيفه على حي سكني بمكناس. مواجهات عنيفه بين فصائل متناحره في مدينه الناظور خلفت ما لا يقل عن 260 قاتل واكثر من 1000 جريح، والحصيله مرشحه للارتفاع. لعنكم الله الى يوم الدين. يا الخونه يا الكلاب. نكمل لكم. اقتحام عناصر من داعش، دخلوا داعش مدينة الحسيمة، وإعدام أكثر من 300 شخص أغلبهم من المدنيين بعد معارك طاحنة. شوفوا سبحان الله العظيم، يعني غير الطريقة ديال كيفاش أولوا هذا الميساج، هذاك الشيء يعني موزون. يعني سبحان الله، سبحانك يا عظيم. هادشي كامل باغينو لهاد البلاد هادي اسو بوان. المغرب يعني واصل لكم في سبحانك يا عظيم. قال لك مجلس الآن يصادق على مشروع تدخل قوات النيطو في المغرب بعد سيطرة تنظيم الدولة وميليشيات إرهابية على المناطق الشرقية والشمالية، وارتكاب جرائم إبادة وإعدامات جماعية في مدن وجدة، الناظور، فاس، تطوان. فرنسا تدين الحكومة الجزائرية لرفضها استقبال اللاجئين المغاربة. منظمة الصحة. غير سبحان الله، من جبدوا فرنسا وجبدوا الجزائر، هذا 100% مقال جزائري. هذا ما هضروش على تونس، ما هضروا على ليبيا، ملي جبدوا بويسكو جبدوا لالجيري، يعني باش يبينوا واحد لو تيك ديال لا سوبيريوريتي، زعما راه الجزائر اللي غتستقبل اللاجئين المغاربه. منظمه الصحه العالميه تدق ناقوس الخطر وتحذر من كارثه انسانيه بالمغرب بعد انتشار المجاعه والاوبئه ونقص خطير في الغذاء والدواء. مجلس الامن يناقش وقف اطلاق النار ل 24 ساعه لايصال مساعدات انسانيه عاجله لاقليم تاونات المحاصر من قوات جبهه ابو نصر منذ أكثر من 7 أشهر. أبو ناصر، أبو عبد السلام، لعنكم الله إلى يوم الدين. الإنسان، أنا أوكي إخوان ديالي،
ملي قريت هذا الشيء هذا اقسم لكم يمينا الى يعني اش نقول لكم، تقشعر. سبحان الله، يعني كتقرا. انا عارف بان هذا الشيء راه ما كاينش ولا اساس له من الصحه، ولكن يعني بحال غصت في واحد ليماج ملي كيهضر لك على 83 قذيفه طاحت في المكناس. يعني كتشوف واحد ليماج اللي سبحان الله، اللي خاص الناس اللي ما عارفينش القيمه ديال، يعني القيمه ديال الامن والامان، حتى يقرا هذا المقال ويحاول يتامل ويحاول يعيش هذه اللحظات، واخا ما كاينينش، واخا ما عمرهم غادي يكونوا، وان شاء الله ما عمر هادشي غادي يكون. عاد الاخوان ديالنا جاوا لتحت كاتبين: لا يعرف الانسان قيمه الشيء حتى يفقد. الحمد لله على نعمه الامن. حافظ على وطنك ولا تترك الاقليه تدمر الاغلبيه. الاخوان هذا راه ميساج، هذه نصيحه لكل شيء. حافظوا على الوطن ديالنا وما نخلوش الاقليه تغلب على الاغلبيه. الحمد لله حنا راه الاغلبيه، راه 90% ديال المغاربه راضين يعني بالمغرب ديالنا وراضين بالملك ديالنا. ما كنهضرش، انا ما كنهضرش، باش نرجع الثاني ونقول لكم واحد الكلمه مهمه، انا ما كنهضرش على الفساد في المغرب. المغرب فيه الفساد، المغرب كبلد ديالي فيه الفساد بيان سور، في الادارات كاين فيه الفساد. انا ما غنقولش غنقول لكم لا راه المغرب راه من بين الدول، نو نو نو، كاين الفساد، ولكن هذاك الشيء ابار. هذاك الشيء اللي بغى يخرج يهضر على هذاك الشيء من حقه، من حقي انا، من حق اي واحد. انا كنهضر لكم على الامن، وكنهضر لكم على الاستقرار ديال البلاد، وكنهضر لكم على الملكيه. يعني اذا تعاوننا كاملين وفضل محمد السادس، يعني ماشي من داك النوع اللي باغني، راه كيسمع وكينفذ وكيطبق، راه ان شاء الله غنوصل لواحد النتيجه اللي غتكون زوينه باذن الله. قال لك: حافظ على وطنك ولا تترك الاقليه تدمر الاغلبيه. الساكت على الحق شيطان اخرس. ان لم تتكلم وتدافع عن وطنك غدا كل طرف يعتبرك خائن ما كيبانش هادشي مكتوب صغير هذا اللي مكتوب لك. المغرب جميل، صافي المغرب زين الحمد لله. المغرب، شوفوا نقول لكم واحد القضيه، المغرب بلد الامن والامان، ثقوا فيا الاخوان. راني سافرت ومشيت لدول عربيه، اقسم لكم يمينا يا المغرب بلد الامن والامان. والمخير فيكم من هاد الاوباش ومن هاد الكلاب ومن هاد من هاد الحيوانات الناطقه اللي كتكريتيكي المغرب وكتكريتيكي المخزن. شوف، هز جواز السفر ديالك وسير للجزائر، سير مع 12 تاع الليل، سير دور مع راسك تمايا. اقسم لك يمينا تتاكل لصا. سيروا لتونس، هبط لليبيا، سير لليبيا، دخل القهوه، ريح مع راساتك، خرج دور مع 4 العشيه. والله يا اخواني، والله سوف تحمدون الله على نعمه الامن اللي كاينه في المغرب. باش تجي تقول لي لا لا، راه عندنا الفقر فيما مشيتو. كل شيء في المغرب واكل وشارب. الفقر فيما مشيتو، كندا فيها الفقر، امريكا فيها الفقر، يكشتو الميريكان كامله راه فيها الفقر. الاخوان كونوا شويه واعيين، واليد في اليد، وان شاء الله سوف نقوم بتاسيس وحده رقميه لفضح الخدمه وردع الجبناء. ان شاء الله انا غادي كنبريباري واحد بتي بروغرام، وغادي ان شاء الله نشوفوا اخوان، يعني نختاروا تقريبا شي 12 دوله باش يكون داكشي مأطر. المهم هادشي ان شاء الله شي سي افنير باذن الله. ومن هذا المنبر كنقول لكم رمضان مبارك كريم، الله يحفظ بلادنا ان شاء الله، ودائما الله الوطن الملك. واللي ما عجبوش الحال راه ملي كنقول الله الوطن الملك، يعني راه كنتوشي واحد لونير سونسيبل ديال الملكيه والاستقرار، وما كنخلطش. الور ملي كتبغوا تهضروا معايا الفساد ديك حاجه اخرى. تجيني انا نجيك من الاخر نقول لك البلاد فاسده، البلاد فيها الفساد، ولكن انا كنهضر لكم على الملكيه وعلى الاستقرار. ما تحاولوش تخلطوا بالاشياء. وعاش الملك. السلام عليكم.